اول ما تسمع كلمه لحظه او صدمه اكيد هيجي في بالك الراجل ده، الراجل اللي عمره ما حد يختلف عليه، الراجل اللي عمره ما استسلم للاصابه، اكتر واحد مجتهد في الدبليو دبليو اي، تاني افضل واحد في الشيلد. الراجل ده هو فخلينا نغوص سوا في افضل 10 لحظات وصدمات في مسيره سيس رولينز، وليه اللحظات دي هتتكتب في التاريخ. رقم 10، وهي البداية الأسطورية في نهائي بطولة الجولد راش لتحديد أول بطل NXT في التاريخ، وهناك سيس رولينز هزم جندر مهال علشان يكتب التاريخ ويكون أول بطل NXT، ودي كانت أول خطوة في طريقه للنجومية، فكان لازم بجد تكون في المركز العاشر، لأن من بعدها الوضع هيتغير تماما علشان نروح لرقم 9، اللحظة الأيقونية اللي محدش هينساها في عرض سيرفايفر سيريز 2012. الدنيا مولعة في المين ايفنت اللي كان فيه سي ام بانك بيدافع عن لقبه ضد جون سينا وابو دماغ رايباك، وفجأة بيظهر 3 مش معروفين لابسين اسود في اسود وماشيين زي الكلاب المسعورة، وبدون مقدمات يهجموا على ابو دماغ رايباك ويعملوا اول باور بومب على طاولة التعليق، وسيم بانك يحتفظ باللقب. بس دي ما كانتش مجرد مساعدة، دي كانت رسالة: احنا جايين نسيطر على النظام، جايين نحتل الاتحاد. I'm Seth Rollins. Roman Reigns. I'm Dean Ambrose. We are the Shield. الفكرة ان محدش كان عارفهم ساعتها، لان ده كان اول ظهور ليهم في الروستر الرئيسي، وفكرة انهم على طول يروحوا للمين ايفنت فانت اكيد هتعرف انهم مش جايين يهزروا. بعد اعلان تريبل اتش عن عودة بطولة العالم للوزن التقيل اتعمل تصفيات، والنهائي كان بين 2 من افضل مؤدين الدبليو دبليو اي، الفينامينال ايج ستايلز ضد الفريكن سيس رولينز، علشان سيس رولينز يكتب التاريخ للمرة التانية ويكون أول واحد يفوز بالبطولة دي. سجل بقى معايا علشان لسه اللي جاي تقيل، أول واحد يفوز بلقب NXT وأول واحد يفوز ببطولة العالم الجديدة دي، وحرفيا هو اللي عمل لها قيمة. البطولة من بعده اندفنت والحمد لله رجعها تاني. ريسلمانيا 41 2025، لحظة من أكتر اللحظات الصادمة في مباراة ثلاثية بين سيم بانك رومان رينز وسيس رولينز، والعيون كلها على بول هيمن. هل هيساعد بانك ويردوا له الخدمة اللي عرفنا بيها دي، ولا هيفضل ولاءه رومان رينز؟ في البداية دخل بول هيمن وهو منحاز ليهم هما الاتنين، ولكن في لحظة أثناء ما التلاتة نايمين على الأرض بول هيمن اتحرك عند الجماهير وجاب كرسي هتعمل ايه مجنون، عطى الكرسي لسيم بانك علشان يوفي بوعده وولاءه لصديقه عمره. هستنى من واحد يهودي تاريخه زبالة يعني، وعطى الكرسي رومان رينز علشان يوفي بولا. يا نهار اسود، بول هيمن يصنع التاريخ ويغدر بأعز أصدقائه ويتحد مع الفريكن سيس رولينز، وبعدها سيس رولينز يثبت رومان رينز ويفوز. كان في ناس متوقعه ان بول هيمن هيتحد مع سيس، وانا واحد من الناس دي، ولكن الطريقه اللي عملوها بيها هي اللي خلت اللحظه غير متوقعه. واللحظه هنا مش فوز رولينز وتثبيت رومان رينز، اللحظه هي اتحاد بول هيمن مع سيس رولينز علشان نبدا عصر جديد مليء بالعظمه مع الفيجن. لسه ما شفناش حاجه، بس الله اعلم، ممكن على نزول الفيديو ده يكون ال نايت اتحد معاهم والنسوان دي سابتنا في حالنا، يعني ان شاء الله يحصل. نرجع بالزمن شوية، في يناير 2019 رويال رامبل وسط 30 راجل، وبرون سترومان قاعد يشيل ويرمي بره لحد ما فضل معاه سيس رولينز علشان سيس رولينز ينزل بيه ستومب ويجيب اجله ويطلعه بره ويفوز كده في تاريخه، والفوز ده هيأدي للحظة عظيمة جدا في ريسلمانيا، فكانت لازم تكون معانا في القايمة دي. ندخل بقى على رقم 5 ابريل 2019 ريسلمانيا 35، سيس رولينز واجه اكبر تحدي في مسيرته بعد ما فاز بالرويال رامبل علشان يروح لريسلمانيا. وقتها كان بروك ليسنر بطل اليونيفرسال وكان بيدمر اي حد يقابله، وبدأت المباراة وقبل ما تبدأ حتى بروك ليسنر نزل دعك في سيس رولينز علشان في الاخر سيس رولينز ينزل بواحد 2 3 ستومب علشان يوقع الوحش ويثبت ويفوز بأول بطولة يونيفرسال ليه. طبعا كانت لازم تكون معانا لأنه في ريسلمانيا ضد الوحش بروك ليسنر وأول لقب يونيفرسال ليه، وبعد ما اللقب كان مدفون مع بروك ليسنر لأنه كان بيغيب كتير فشخ. شايف رومان رينز هو تقريبا كان أسود منه، لو أيامها كان رومان رينز بيتريق على بروك ليسنر ويقول له أنت بارت تايمر والناس عايزة تشوف منافسة على اللقب ومش عارف إيه. المهم بقى ندخل على العظمة.
في صيف 2015 ال WWE كانت بتعيش صراع بين وجهين، وجه بيمثل النظام ووجه بيمثل الفوضى، وجه الجيل القديم قدام المستقبل. جون سينا بطل الولايات اللي عمل افضل فترة بلقب الولايات، اللي كان مدفون قبلها ومحدش يعرف يعني ايه لقب الولايات اصلا. كل اسبوع جون سينا كان يعمل تحدي مفتوح على اللقب، وفي الجانب الاخر سيس رولينز بطل الاتحاد اللي بيتهرب من اي مواجهة. وجون سينا بدأ ينتقده ويقول انه ما يستحقش يكون بطل ال WWE لانه ما بيدافعش عن اللقب زي ما هو بيعمل، ورولينز يقول له انا المستقبل. وفي النهاية رحنا لمباراة جامدة جدا بينهم في عرض الرو 27 يوليو 2015 على بطولة الولايات اللي مع جون سينا. وفي المباراة حصل اكتر مشهد صعب في عصر البي جي، وهو لما سيس رولينز ضرب جون سينا بالركبة في مناخيره علشان مناخيره تتكسر. يا ساتر يا رب منك للاسس. سيس رولينز عمل الحركة بسرعة وما كانش جون سينا جاهز يستقبلها، فما لحقش يعمل سيلينج، وسيس طلع بعدها في لقاء يتأسف له. ما علينا. المهم جون سينا اخضع سيس رولينز في الاخر، وجون سينا برضه طلع راجل وكمل المباراة بمناخيره المكسورة دي. مناخيره كان شكلها صعب بجد. لو انت زعلان من مناخيري دهيت فهي في وشي لا مؤاخذة مش في مؤخرتك. المهم جون سينا غاب بعدها كام اسبوع كده وعمل شويه شغل في مناخيره، ورجع تاني يلعب ضد سيس رولينز في سمر اسلام في مباراه توحيد القاب. ومستنيين نشوف مين هيكتب التاريخ ويكون اول واحد يشيل بطوله العالم وبطوله الولايات في نفس الوقت. هل جون سينا هيكتب التاريخ ويفوز بالبطوله ال16 ويتساوى مع ريك فلير، ولكن في نهايه المباراه يتدخل. المهم سيس رولينز بقى اول واحد يوحد لقب العالم والولايات، ولحد دلوقتي محدش عملها غيره. سجل معايا، ها سجل. في 2014 كان في عداوه بين الشيلد والايفولوشن، الثلاث اتشات وراندي اورتن وباتاستا. ايفولوشن كانوا بيمثلوا السلطه والشيلد كانوا متمردين. وفي اكستروم رولز 2014 ذا شيلد فازوا على الايفولوشن في مباراه جامده جدا علشان نروح لمباراه تانية بينهم في باي باك، وذا شيلد فازوا للمره التانية، ولكن المره دي باتاستا انسحب. وبعد الفوز ده الجماهير كانت شايفه ان ذا شيلد بقوا اقوى من اي وقت فات، ولكن في الكواليس تريبل اتش كان بيخطط للانتقام علشان في 2 يونيو 2014 في عرض الرو يطلع تريبل اتش وواقف معاه راندي اورتن. وتريبل اتش قال الليله اللي فاتت كانت بلان ايه، ولكن الليله دي بلان بي. there is always بلان بي، في دايما خطه بديله. ليه عملت كده يا سيس؟ انا ما كنتش عايز الشيلد يتفكك. صحيح ما كنتش بطيقكم وانا صغير، بس يا عم استنوني لما اكبر واستمتع معاكم. طيب للاسف مفيش حاجه بتفضل على حالها. رقم 2 وافضل حاجه حصلت في سمر اسلام، الموضوع بدأ في 12 يوليو 2025 في عرض ساترداي مين ايفنت. سيس رولينز ضد ال نايت، وسيس يلف في الهواء علشان ينط على ال نايت، ولكن ال نايت يتفاداها ونشوف سيلينج جامد جدا من سيس رولينز، ومسك ركبته وساب الماتش وركن عند الزاويه وبيكلم بول هيمن، وال نايت واقف مش عارف يعمل ايه، والحكم ولا الحكمه المهم هي بتكلم تريبل اتش وفريق الابداع من السماعه، ولو اخدت بالك فهي راحت كلمت ال نايت كانهم بيجهزوا الحاجه هتحصل. وفي النهايه سيس رولينز قام وال نايت عمل له بي اف تي وفاز. ودي المفروض قدامنا واضح جدا انها كانت اوامر من تريبل اتش. الناس اللي كانت بتقول انا عارف ان ده سيناريو ومش عارف ايه، ما انت عارف على اساس ايه؟ برضه قدامك واحد تاريخه اسود مع اصابات الركبه، كل حاجه كانت بتوضح ان دي اصابه بجد. وفي سمر اسلام سيم بانك يقدر يفوز على جونتر ويبقى بطل العالم اخيرا. ايوه بالظبط. ورجع وقال لي سيم بانك انا معايا الشنطه ما تنساش، ها ما تنساش، ويمشي ولكن فجأة يقف وتحصل اللقطة الأيقونية دي. أعظم لقطة مش عارف من امتى، بس هي أعظم لقطة من زمان قوي بجد. ظبطوها ظبطة، أول مرة يعملوا حاجة عدلة في عصر التيكي أو. ويصرف الشنطة أخيرا، وفرحت جدا جدا جدا. ما فرحتش بس علشان سيس رولينز فاز، لا، وفرحت أكتر علشان مدة حمل سيم بانك باللقب أقل من مدة حمل درو ماكنتاير باللقب. رقم 1 في 29 مارس 2015 ريسلمانيا 31 مباراة ضد بطل الاتحاد بروك ليسنر ورومان رينز، والجماهير مش عارفة تشجع مين، بروك ليسنر بارت تايمر اللي عرفنا ولا رومان رينز اللي عامل فيها جون سينا الجديد. ولكن فجأة سيس رولينز يجري ومعاه الشنطة هيصرفها دلوقتي في الحدث الرئيسي الريسلمانيا في نفس المباراة، والمباراة تتحول لتريبل ثريت ماتش. الخيار الصح والمناسب ساعتها. سجلت معايا بقى ولا ايه؟ سيس رولينز أول بطل NXT،
اول بطل عالم للوزن التقيل الجديد، اول واحد والوحيد اللي عرف يوحد لقب الولايات والعالم مع بعض، اول واحد يصرف الماني ان ذا بانك في ريسلمانيا في الحدث الرئيسي، اول واحد يصرف الماني ان ذا بانك قبل انتهاء المباراة، وده اعظم صرف في التاريخ، وهو المصارع الوحيد اللي فاز ببطولة NXT والدبليو دبليو اي واليونيفرسال وبطولة العالم للوزن التقيل، ومحدش هيعرف يعمل كده تاني. وبجد هو يستحق كل الدفعات دي واكتر كمان، لانه مصارع متكامل وموهوب جدا، وبيدي كل حاجة للاتحاد، ومهما كان متصاب بيجي على نفسه ويمتعنا. قولي رأيك وحابب الفيديو الجاي يكون عن ايه، وما تنساش تعمل لايك وتشترك وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، مش هتأخر عليكم. سلام.